تعالوا بصوا معايا كده. عندنا النهارده ايه؟ كرم. هنعمل مع بعضنا ايه؟ كرم. يلا بينا نعمله مع بعض. تعالوا معايا النهارده هنعمل معاكم جايبه فرختين كده كبار، وجايبه عندي كمان كرنبايه. هنعمل النهارده فراخ ونحشي كرنب، ودي حاجه رهيبه بالنسبه لي لاني مش بعملها بره البلد. فما صدقت نزلت مصر فحبيت ان انا ايه اشارككم شعور الكرنب. بصوا بقى انا هحط في الشوربه ايه؟ ورق لورا، حبهان، روزماري، قرنفل. ولازم الايام دي تحطوا كل الحاجات اللي موجوده عندكم من البهارات الخشنه عشان خاطر الشوربه بتاعتكم تبقى فيها كل الحاجات اللي تقوي جهاز المناعه. ورق اللورا جميل جدا للصدر ومقوي جهاز المناعه، والحبهان والقرنفل والروزماري، فلفل اسود حصى لو عندكم، وكمان بصلايه وطماطم. هحط دول معاكم دلوقتي في الشوربه بتاعتنا. تعالوا بصوا معايا كده. انا حطيت دلوقتي القدر على النار وحطيت نص ميه، وهنزل بقى بالحاجات بتاعتنا كده وهسيبه يغلي مع بعض غليان كويس، وبعدين نحط فيه الفراخ. حطينا قدر تاني على النار، ده اللي هنسلق فيه كرنب. فهنبدا كده نحط ميه ونحط ملح ونحط معلقه سكر، وهنحط كمان معاها معلقه كمون. دي كل المكونات اللي بنحطها في السليق. ودلوقتي اهو ضفت السكر، معلقه سكر. ما تنسوش كل حاجه كده بقولها لكم، التركات ديت جميله جدا. حتى لما يتبقى من الكرنب وتخزنيه يقعد عندك 6 شهور ما يحصلوش اي حاجه. حبه الكمون عشان خاطر القولون. ساعات بيبقى الغازات في قلب الكرنب بتبقى عاليه على يعني الفيتامينات بتاعتها بتبقى عاليه، بتبقى تعبان، بتتعب بعض الناس في القولون. فاحنا بنفضل ان احنا نعملها كده عشان خاطر نحط معلقه الكمون دي عشان ان ايه نحافظ على امعائنا في الوضع ده، ما يعملش ريحه في البيت وما يعملش عندك انت مشاكل في القولون. الناس اللي القولون بتاعها تعبان بتبداي بقى ايه نشوف ورق الكرنب كده ونورقه من بعضه. بصوا انا بنزله بس كده ينزل ماشي. نورق الورق الكرنب عشان نبدا نسلقه. بصوا نبدا بقى ايه تقطعي كده. انا قطعت كده، هنحطه برده كده ونقطعه كده، وانت بتقطعي زقي كده، فهمتم؟ عشان خاطر الورق يبدا يسيب معاكم، تزقي كده لبره. تعالوا بصوا معايا كده. الميه كده بتاعتنا، الشوربه بتاعتنا غلت وريحتها جميله جدا. هنبدا ننزل فيها الفراخ. حبيت كده اصور لكم وانا بسقط كده الفراخ فيها. يلا حبيبتي ساعي اختك كده معاكي، خدي اختك جنبك. بصي كده الميه بتاعتنا اهي داخله في الغليان. هنبدا بقى ايه نعلي عليها عشان نسقط فيها كله. معايا كده بدات اهو اسقط في الورق واطلع على طول، ما خلوش يغيب. يعني انا اسقطه كده دول لسه هطلع مزقوم كده، وبعدين على طول اروح شايله. تعالوا بصوا معايا كده فصصها لاخر جزء. تعالوا بصوا معايا كده الفراخ بدات بقى ايه تستوي عشان هي فراخ بلدي. بنروح منقصين مدخلين كده الفلفل الاسود والملح. دي اخر حاجه بنحطها لما تبدا تخش في السوا. فين الشوربه بتاعتها كهرمان. تعالوا بصوا معايا كده. انا كده قطعت البصل وبحب ان انا اقطع البصل يكون سمكته كده. فانا قطعت البصل كده وجهزته، ويلا بينا كده. جبت البهارات، عندي معلقه بهارات مشكله كبيره، وعندي كزبره نص معلقه، وعندي نص معلقه قرفه، نص معلقه فلفل اسود او معلقه فلفل اسود بس الكزبره طلعت فوقيها، وعندي هنا معلقتين ملح الهيمالايا، وكمان حطيت نص معلقه جنزبيل. دي كل البهارات اللي احنا بنحطوها بتخلي الطعم المحشي بتاعنا في حته ثانيه خالص. هنبدا بقى نحط كده المكونات دي كلها كده زي ما انتم شايفين، وهندعك البصل بيها دعكه كويسه جدا عشان خاطر طعم البصل والنكهه بتاعته يلا بينا كده نبدا بقى ايه نمسك البصل بتاعنا وندعكه دعكه كويسه. وانت بتدعكيه بصي عايزاكي كده، فهمتوا؟ تعملوه كده عشان خاطر العصاره بتاعه البصل بالبهارات تبقى جميله والنكهه بتاعتها تبقى عاليه. انا بقى بصوا معايا كده. انا قطعت الطماطم قطع وهرست الخضار وفرمته فرم جامد، وجبت هنا معلقتين صلصه جاهزه، وجبت عندي هنا البصل اللي انا مبهراه، وطلعت كمان الفرختين من قلب الشوربه سوا. نبدا بقى كده ندعك الدنيا مع بعضها كويس قوي. شايفين؟ حبه طماطم اخد عليهم حبه خضار وندعك كده في البصل، وتفضلي تعملي كده لغايه ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. دعكك في قلب الخلطه بتاعتك ده بالبهارات وطعم البصل ونكهه البصل اللي عملناها في الاول بيديها طعم ونكهه جميله جدا للمحشي، ويبقى معاكي كده رهيب. خلي عندك صبر وانت بتاخدي من هنا على هنا وتدعكي كده مع بعض. انا عايزاكي تدخلي الطماطم والخضار في قلب البصل كويس جدا. شايفين؟ طبعا بقى انا هنا دلوقتي بقى نازله ايه في شقه المصيف، فبحاول اعمل لكم كده ايه على قد ما اقدر في التصوير، لان بصراحه ما اقدرش اغيب عنكم. انا بعشق الطبيخ، بحب اعمل كده. بصوا بصور لكم البحر، بحر جميل جدا رغم ان احنا في نوة وفي شتاء جامد في عز طوبه، لكن شكله تحفه. شايفين كده؟ انا دخلت كله اهو بعضه. الدعكه اللي انت تدعكيها دلوقتي دي قبل ما تحطي الزيت بتخلي الدنيا معاكي والمحشي بتاعك في حته تانيه خالص، نكهه وطعم رهيب. بصوا الشكل ايه تحفه. ايه رايكم؟ انا كده دعكتها كويس جدا وحبيت ان انا ادعكها وهي معاكي. بصوا بقى دلوقتي انا زودت اهو زيت، والزيت تضيفي كميه وفيره. عايزه اقول لكم يمكن 10 معالق لان الكرنبايه بتاعتي كبيره جدا. ماشي. وهحط عليها حوالي كيلو رز. هبدا بقى اضيف الرز تدريجيا بعد ما غسلناه وخليناه فله، ونبدا بقى ايه ندعك بقى الدنيا برده وانت بتقلبي تقليب بدعك. انا عايزه الخلطه بتاعتك تبقى كيان واحد. شايفين؟ هنضيف عليها كمان حبه صلصه عشان تبقى حمرا كده وجميله. الرز هو اللي بيتكلم وبيقول عايز ايه. يلا بينا بقى كده بدأنا. بصوا بسم الله ما شاء الله. انا ايه عملت شويه وهنا اهو بنقطعه. طبعا عاملين جمعيه في المحشي بتاعنا، ودي انا الحياه المصريه كده الحلوه اللي مش محفلطه. دي اهو انا بدات الف وهوريكم دلوقتي انا بلفه ازاي.
كلنا بقى بنقطع المحشي زي ما احنا عايزين كده، ونبدا نفردها كده على ايدينا، وناخد حبه الرز كده، تاكد ان فيهم طماطم وخضار وكل حاجه، ونبدا نلف زي ما انتم شايفين كده، وانت بتلفي بتضغطي عليه يبقى صبع جميل كده متماسك. نبدا نحطه كده ايه في الطبق بتاعنا، عشان بعد كده هنبدا نرص. يلا بينا كده اهو. بصوا حبه صغننين خالص في النص، وبعدين وانت بتلفي هو بيتوزع وانت بتضغطي بصبعك ده كده. شايفين؟ انا حبيت كده اوريكم كام صوبع، وانا عاملاه معاكم قبل كده، بس برضو ايه، تعالوا بصوا كده. شايفين اهو الصبع بتاعي ما شاء الله جميل. انا مقطعه الورق كله اهو، وناخد كده الورقه ونحط ده، نبدا كده نحط فيها والرز. شايفين مثلا دي مقطعه بالطول عادي، تتلف تاني بالعرض عادي، تطلع معانا بصوا صبع محشي جميل اهو. كله بقى هيتلف كده معانا بنفس الطريقه، وبعدين هوريكم وانا برص في قلب الحله. بصوا بقى كده معايا وانا برص اهو، كمان بوريكم زي ما اوريكم طريقه اللف. لازم لما ترصوه كده ترصوه بطريقه دائريه، عشان خاطر لما تحطوا عليه الصلصه بتاعته تخش حواليه وكله يتشرب من نفس الصلصه، ويبقى طعمه ونكهته من فوق لتحت جميله جدا. استمتعوا بقى معايا بطريقه الرص بتاعتي كده. مش عايزه اعمل اي حاجه الا وانا معاكم. تخيلوش شعوري قد ايه وانا ماسكه كده المحشي وبرصه. بيجي لنا بره طبعا في الدول العربيه، بس بتاع مصر لا يعلى عليه. عايزه اقول لكم بيتباع عندنا بالكيلو مش بكرنبايه. بصوا ما شاء الله عملت معايا كميه جميله جدا. فحبيت كده برده وانا برص اوريكم كل حاجه، وازاي انا بحب ارصه كده بطريقه دائريه، بيبقى جميل ومنظم. الدايره بتصغر معايا طول ما انت بقى بتلفي، الدايره بتاعتك الداخليه بتصغر وتبداي بقى في الصف الجديد. المهم ان انت تفضلي ماشيه كده بطريقه دائريه وانت بترصي. المكان اللي بتبداي منه بيبقى اعرض من المكان اللي قصاده. شايفين معايا؟ ده كده اول حاجه في الكرومبه من تحت، اللي بيبقى الاولاني اللي بيبقى مخضر شويه. طبعا بنحطه اول حاجه تحت لانه بيستحمل شويه عن الابيض، وبعد كده بنبدا بقى نعمل الابيض ونرصه فوقيه. تعالوا بصوا معايا كده، برضه حبيت اصور لكم دلوقتي وانا ايه برص الدور اللي قبل الاخير. بصوا بسم الله ما شاء الله، تحسيها ايه لوحه فنيه دائريه. ايه رايكم فيها؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا وشغله رائع وسلسه كده معاكي وانت بتحشي بصراحه. ايه رايكم؟ دي كده اخر دور، ده اللي انا بعمله، وما تخافوش هتستوي وهتبقى زي الفل، وهوريكم النتيجه بتاعتها. هنفضل برده كده نرص واحنا بنلف الدايره بتاعتنا لغايه ما تكمل معانا. تعالوا بصوا كده بقى معايا، انا فرمت طماطمتين وحطيت حوالي ربع كيلو طماطم، وحطيت عليه الميه اللي نزلت من الخلطه بتاعتي، واحنا بنحشي كده بتنزل ميه، بحتفظ بالسوائل دي كلها واحطها، وبعدين احط عليهم معلقه بهارات مشكله بتاعه فراخ، عشان خاطر ايه هحط معاهم شوربه فراخ، وبعدين احط معاها معلقتين ملح، وتدوبيهم تدوير كويس جدا. اهم حاجه ان انت تخلطي كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. حله المحشي بتاعتي هنزل عليها بكميه الصلصه، طماطم والشوربه والبهارات بالملح كلها كده. هضيف عليها 3 معالق زيت زيتون، هيخلوا المحشي بتاعك يفلفل ويبقى جميل جدا. خلاص كده احنا ايه حاطينها نهز فيها كده عشان خاطر ينتشر ويبدا ينزل بقى في كل الجناب وفي كل حته، والمحشي بتاعنا هيبقى رهيب. خلاص نغطي عليه ونسيبه يستوي. بصوا لازم المحشي يكون متغطي كده بمقدار صوبع، للناس اللي ما بتعرفش تقدر عقله كده. شايفين العقله دي؟ هو دي الكميه اللي تبقى فوق المحشي، زيه زي الرز المعمر كده. انت المحشي بتاعك مظبوط، غطي عليه بقى وسيبيه يستوي. بصوا ما شاء الله بدا يغلي ازاي. تعالي يا اولاد كده شوفوا المحشي بتاعنا وهو بيزغط، يا دوبك اتشرب لسه ما استواش طبعا، بس انا عايزه اوريكم بس النتيجه المبهره. روعه روعه روعه، وريحته ايه وهو لسه بس يا دوبك. تعالوا معايا بقى كده نحطوا ايه الزيت بتاعنا، ونبدا نحمر معانا الفراخ بتاعتنا كميه كده بسيطه، ونبدا نحمرها. نستنى عليها تسخن، نقطع الفراخ 4/4 ونبدا نحمرها. خلاص الزيت بتاعنا كده سخن، هنبدا ننزل بقى بالفراخ بتاعتنا نحمرها. بسم الله ما شاء الله جميله ازاي، رهيبه رهيبه. فين تحمير الفراخ الروعه ده؟ روعه روعه جدا ورهيب. حمرتها كلها كده بالطريقه دي. بصوا ما شاء الله تبارك الله، روعه 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 روعه. تعالوا معايا بقى شوفوا الشكل الرهيب ده. بصوا يا الله، رهيب والله رهيب، روعه 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 يا بنات. شايفين صوابع المحشي؟ صوبع من صوبع. احنا عايزين نحس كده بالجو المصري الجميل ده، مش الجو المحافلات بتاع الدول العربيه اللي كل حاجه لازم تبقى مرصوصه. شايفين الجو ده؟ افتقدته. تعالوا بصوا معايا كده ما شاء الله ما شاء الله. وده كده اكلنا النهارده، لسه طبعا الشوربه والحبشتكنات والسلطات، بس حبيت اوريكم الوجبتين الحلوين اللي احنا عملناهم النهارده.